لو انت بتقوم من على الكرسي وحسيت ان ركبتك تقيلة او بتطلع السلم بالعافية، استنى. انت فاكر ان الألم اللي في الركبة ده عادي؟ لا، مش عادي خالص. الألم ده ممكن يكون اول خطوة لمرحلة توصل فيها انك مش عارف تمشي بشكل طبيعي. فالموضوع مش هزار، ده ممكن يكون بداية لخشونة الركبة واللي ناس كتير بتكتشفها بعد فوات الأوان. خليني احكي لك على قصة. عم احمد رجل عادي جدا بيشتغل وبيتحرك طول اليوم. في الأول حس بألم بسيط وقال ده عادي، شوية إجهاد. بعد أسبوع الألم زاد، بعد شهر بقى مش عارف يتحرك ولا يطلع السلم، وبعدها بقى بيتهرب من أي حركة فيها مجهود وبتسبب له ألم. فالمشكلة هنا مش في الألم، المشكلة إنه تجاهل الإشارة من بدري. خلينا ندخل في الموضوع. خشونة الركبة ببساطة هي مشكلة بتخلي المريض مش قادر يتحرك ويعيش حياته بشكل طبيعي. يعني إيه؟ يعني حركة بسيطة زي المشي بتبقى صعبة، طلوع السلم ونزول السلم بتبقى معاناة، حتى الجلوس والقيام بيبقى فيها ألم شديد. وده بيحصل ليه؟ بسبب إن الغضاريف اللي موجودة حوالين مفصل الركبة واللي من وظيفتها تخلي الحركة ناعمة وسلسة بتبدأ تتآكل تدريجيا، فالعظم بيحتك ببعضه وساعتها بيظهر الألم والتقل وصعوبة الحركة. فأغلب الناس اللي عندهم خشونة ركبة مش عارفين إن هم السبب فيها، والناس فاكرة إن ده بيحصل مع التقدم في العمر، لكن الحقيقة إن خشونة الركبة ممكن تحصل في أي سن بسبب عوامل كتير جدا. يمكن الكلام ده يكون صادم، بس خليني أشرح لك إن أول غلطة إنك تقول إن ده طبيعي مع السن. أيوة، السن ليه دور مهم جدا، بس الحقيقة إن الغضاريف مع الوقت بتضعف، ولو أنت مش بتاخد بالك التآكل بيتم بشكل أسرع. تاني غلطة إنك سايب إن وزنك يزيد. كل كيلو زيادة بيضغط على ركبتك بشكل مضاعف. يعني مش أنت بس اللي شايل وزنك، ده ركبتك شايلة حمل أكتر بكتير من اللي أنت متخيله. تالت غلطة إنك بتستهون بأي إصابة قديمة، سواء وقعة أو خبطة أو شد عضلي، وتقول إن هي عدت وخلاص. لا، الإصابات دي ممكن تفضل مأثرة معانا وتظهر بعد سنين على شكل خشونة. رابع غلطة إنك فاكر إن الموضوع بعيد عنك، بس لو عندك حد في العيلة عنده خشونة يبقى أنت كده داخل في دايرة الخطر. خامس غلطة وهي طريقة استخدامك لركبتك، سواء قاعدة غلط أو وقوف غلط أو حتى تمارين بشكل عنيف ومكثف، كل ده بيسحب من عمر المفصل يوم ورا يوم. سادس غلطة وهي إن عضلاتك ضعيفة. الركبة مش بتشتغل لوحدها، إحنا في عضلات محاوطة المفصل ودي بتحميه، فلو العضلات دي ضعفت الضغط كله بيقع على الغضروف. وكمان عندنا ناس أكتر عرضة زي الستات بعد سن معين بسبب التغيرات الهرمونية، وكمان الناس اللي عندهم أمراض زي الروماتويد أو النقرس. فالموضوع هنا مش حظ ولا سن، الموضوع عادات، ولو انت غيرتها تقدر تحمي ركبتك سنين قدام. طيب انا عايزك تركز معايا دلوقتي ازاي تعرف ان عندك خشونة في الركبة. الموضوع مش محتاج دكتور في البداية، لان جسمك بيبعتلك اشارات واضحة زي الالم اللي بيظهر في اي حركة زي المشي او طلوع السلم او نزول السلم، ومع الوقت بيبدأ يزيد لغاية ما توصل لمرحلة انه بيظهر وانت مرتاح. تاني علامة وهي التيبس، انك تصحى من النوم وتحس ان ركبتك مقفولة ومحتاج تقعد فترة كده عشان تلين معاك، واول كام خطوة كمان بيبقوا صعبين جدا. تالت علامة هي التورم او سخونة حوالين الركبة، واللي ممكن تلاقي الركبة منفوخة شوية او ان انت حاسس فيها بدفء. ورابع علامة صوت طقطقة او خروشة وانت بتتني او تفرد رجلك وتحس ان في احتكاك جوه المفصل. خامس علامة شد أو ألم بيكون خلف الركبة. وسادس علامة إحساس بعدم ثبات الركبة أثناء المشي. طيب الأعراض دي بتختلف من شخص للتاني حسب المرحلة اللي هو وصل فيها في الخشونة. خلينا نشرحها بشكل بسيط. المرحلة الأولى بيكون تغيرات بسيطة في الغضروف، وغالبا ما بيكونش فيه ألم واضح، بس ممكن تحس بتيبس كده خفيف الصبح أو بعد قعدة لفترة طويلة. المرحلة التانية الغضروف بيبدأ يتآكل جزئيا وبيظهر الألم مع المجهود أو المشي لمسافات طويلة أو طلوع السلم ونزوله، لكن بيبدأ يختفي مع الراحة. المرحلة التالتة إن التآكل بيزيد بشكل ملحوظ وبيبدأ الاحتكاك بين العظم يزيد، وده ممكن يسبب لنا ألم مستمر وتورم حوالين الركبة وتيبس أو صعوبة في الحركة. أما المرحلة الرابعة
وده اللي الغضروف بيبقى تقريبا اختفى والاحتكاك بيبقى مباشر ما بين العظم. الألم هنا بيكون شديد جدا وممكن يمنعك انك تمارس حياتك بشكل طبيعي. عشان كده لو حسيت بأي عرض من دول ما تستناش، كل ما تكشف بدري كل ما تقدر تتحكم في الحالة وتحافظ على ركبتك. طيب احنا هنا عرفنا المشكلة. السؤال اللي شاغل بالك دلوقتي يا دكتور، هو انا ركبتي ليها علاج ولا خلاص فات الأوان؟ خليني اقول لك وبكل ثقة، ايوه ليها علاج، بس العلاج مش مجرد روشتة وخلاص. العلاج ده بيكون خطة متكاملة بنرسمها مع بعض. فركز معايا دلوقتي في الخمس حاجات اللي هقولهم دول، لان هم دول اللي هيرجعوا ركبتك تاني لشبابها. اول حاجة الادوية، وهي زي المسكنات ومضادات الالتهاب، واللي بنبدأ نفكر فيها اول ما الالم ما يظهر. بس خليني اقول لك ان لازم دي تكون تحت اشراف طبي متخصص. فنصيحة مني، لو الالم بسيط ممكن نستخدم بعض الدهانات الموضعية اللي بتقلل معانا الالم. تاني حاجة هي خسارة الوزن. خليني اقول لك معلومة هتصدمك، كل كيلو زيادة في جسمك بيضغط على ركبتك 4 كيلو وانت بتتحرك. يعني لو نزلت 5 كيلو بس، انت شلت من فوق ركبتك حمل 20 كيلو. عشان كده تقليل السكريات وزيادة البروتين والمشي الخفيف هم أقوى دواء ممكن تاخده للخشونة. تالت حاجة وهو العلاج الطبيعي. الركبة مش شغالة لوحدها، في عضلات شايلاها، أهمهم الكوادريسبس أو العضلة الأمامية. العضلة دي لو قوية هي هتشيل الحمل من على المفصل. فتمارين التقويات والسباحة أو العجلة الثابتة هم دول اللي بنقول عليهم الداعم الحقيقي اللي بيخلي المفصل يعيش سنين أطول من غير تآكل. رابع حاجة الحقن الموضعي، وده بيحصل لو الحلول التقليدية ما جابتش نتيجة أو لو الألم زاد فجأة فبنلجأ للحقن. وده في أكتر من نوع زي الكورتيزون أو الهيالورونيك أسيد أو حقن البلازما، واللي بتساعدنا جدا في تحسين حالة المفصل وتقليل الألم في حالات معينة. والدكتور هنا هو اللي بيحدد النوع الأنسب ليك حسب درجة الخشونة. نيجي بقى الخامس حاجة والحل الأخير، وهو تغيير المفصل، وده في المراحل المتقدمة جدا وإن الألم بقى بيمنعك من الحركة أو النوم أو المشي. هنا بنبدأ نفكر في تغيير المفصل. وما تقلقش من الاسم، العملية دي بقت من أنجح العمليات دلوقتي واللي بترجعك تمارس حياتك وتمشي بصورة طبيعية. بس طبعا بتحتاج فترة تأهيل بسيطة بعد العملية. فالخشونة مش معناها انك تقعد وتستسلم للألم. الخشونة معناها ان ركبتك محتاجة اهتمام، محتاجة وزن اقل، محتاجة عضلات اقوى، محتاجة عادات صحية. فلو بدأت النهاردة هتوفر على نفسك تعب كتير بكرة. فلو عجبكم الفيديو حسيتوا انه بسط ليكم المعلومة، ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو، واكتبوا لي في التعليقات ايه اكتر عرض بتحسوا بيه في ركبتكم وهرد عليكم بنفسي. وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. ودمتم بكل صحة وعافية.